عسلامة صديقاتي، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. دبارة جديدة من دبارات رمضان ونهير من نهيراتنا. كيف ما تعودنا. بديت معكم ديريكت بالدبارة. اليوم عملت باتي، عملت كعبات باتي، عندي عجينة مورقة. عملت الحشو متاعها عظام، طبخت 3 كعبات عظام، عملت معهم معدنوس، عملت معهم جبن متاع كسطول هذاك، وعملت معهم زيتون من غير قلوب وتن وجبن ربي. فوحتهم شويه فلفل اكحل، شويه كمون. الملح ما عملتش خاطر معناتها هي الحاجات اللي فيها كلها مالحه. وعملت شويه هروس، الحق جا ما شاء الله. ما نحكي لكمش هنا بعد ما حضر شويه الباتي هذوك خليتهم في الفوق وحطيت بحذا من الصحن هذاك. الصحن هذاك راهو فيه طاجين كيف اختراع من اختراعاتي. بقيت طريف معناتها مرقة جلبانه من الليله اللي قبلها، بقيت جلبانه شايحه ومعاها تر كعبات بطاطا. وليت زدت عليهم عظام، زدت عليهم معدنوس، زدت عليهم شويه لحم، وحطيتهم في بلاطو في الفور. عملتهم طاجين هذوما كعبات وراطه ولا اله الا الله. وعملت معها الصوص الوراطه كما شفتوا، طماطم وفلفل حضرت مقليت معناتها صوص. وهنا باش نبدا في تحضير الدشيشه. كالعاده والعوايد من غير ما نبقى نمل عليكم في الطريقه نتاعي كيف ما شفتوها برشا مرات، والطرق تختلف في اعداد الشربة. كل واحد بطريقته في اعداد الدشيشه. به لا اله الا الله. هاني مره نقول شربة، مره نقول دشيشه. نحنا نسموها دشيشه، نحنا معناها هذيك لهجتنا. كيف ما شفتوني قليت فوحت لفحت اللي موجودة عنا، الكل النكات اللي تحبوها. انا تفويحتي ديما بسيطة، ما نحبش كثرة النكات، تفويحة عادية معناتها ما نعملش اكل اللفاحات معناتها الفوحة برشا ما نعملهاش. ديما اللفاح العربي متاعنا نعمل معاه الكركم، نعمل الفلفل اكحل، الفلفل الاحمر، الطماطم، الملح، ونمرق بالماء. وزدت عليهم الدشيشه مع هذيك هي الدشيشه معناتها كيكه. حركتها قليتها شويه ومن بعد زدت عليهم الماء وملح. معناتها كل مره نجرب طريقه. اكثريه الاحيان انا كي تغلي نصب الدشيشه ليمتها ضمها هاني نعتمد في الطريقه هذه، والله تجي سمحه. هذه سلطه خضراء زينتها بشويه فلفل برا عبيد، وزينتها بشويه مالح. هذوك كعبات الوراطه قليت ما شويتهمش. وهذا الطماطم والفلفل بعد اللي حطيت يتقلوا. هذيك الدشيشة حضرت شوية كيف كجوانح المفوح هذيك وشوية مرقيز عشان احضرها. ان شاء الله وديتكم مشاهدكم، ان شاء الله قاسمكم الناس الكل منه في الجنة. كيف ما تشوفوا دبارة من